السلام عليكم. قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا. في بداية فيلمنا بنتعرف على الضابط بتاع مدينة كاسل روك ألان يانجبورن، واللي بيبقى بيدور لوحده على الولد المفقود هنري ديفر. وبعدين الضابط بيوصل الغابة اللي في ضواحي المدينة عشان يفتش المكان اللي الولد كان موجود فيه آخر مرة، بس برضه مش بيلاقي له أي أثر. وبعدين بيقعد شوية وبيفضل متنح في البحيرة المتجمدة، وفجأة بيسمع صوت غريب، ولما بيبص حواليه بيلاقي إن هنري ديفر عايش وواقف قدامه صاف سليم في وسط البحيرة المتجمدة. وبعد 27 سنة بنلاقي إن مدينة كاسل روك لسه هادية زي ما هي. وهنا بنتعرف على دين لاسي مأمور سجن شوشانك المشهور، وبيبقى بيجهز عشان يطلع معاش بعد 30 سنة من الخدمة. وفي آخر يوم ليه في الشغل بيحضر الفطار لمراته العامية وبيسلم عليها وبيمشي، بس بعدها مش بيروح السجن، لا ده بنلاقيه رايح للبحيرة اللي في الغابة وبيربط الحبل في الشجرة وبيربط الناحية التانية برقبته، وبيقوم دايس بنزين وبينط بالعربية من فوق الجبل. وفي المشهد اللي بعد كده بنلاقي تيريسا يورتر نائبة المأمور، وهي جاية تاخد مكان ديلس اللي مات. ولما بتوصل السجن بتبدأ تاخد على مكتبها الجديد وبتعرف أكتر عن تاريخ السجن، وبنعرف إن كل اللي اشتغلوا في المنصب ده قبل كده ماتوا موتات غريبة، بس تيريسا اللي شاغلها هو حاجة تانية خالص، وهو إن السجن مليان مساجين لدرجة إنهم بيوزعوا المساجين في صالات الرياضة عشان مش لاقيين لهم مكان. والظابط زيليسكي بيحكي لتيريسا إن المبنى اف اتقفل من بعد الحريقة اللي حصلت في سنة 87، بس المبنى ده لو اتنضف هيشيل عدد كبير من المساجين. فتيريسا بتخليه يدخل المبنى المهجور ده ويشوف حالته ويعد السراير اللي موجودة فيه، وهو داخل بيقطع السلسلة المصدية وبيدخل يلف في المبنى واللي المفروض إن محدش دخله لمدة 30 سنة. بس مرة واحدة الظابط بيلاقي آثار رجلين حد على التراب، والظاهر إن في حد دخل هنا من قريب. فزيليسكي بيمشي ورا الأثر لحد ما بيوصل لباب حديد بيودي على اسم الصيانة، وبعدين بيلاقي نفسه قدام ممر كده، فبيدخل الممر ده ووقتها المحفظة بتاعته بتقع من جيبه فبيضطر ينزل يجيبها. وهو تحت الحارس بيلاقي كرسي وكتاب وعقاب سجاير وراجل قاعد في قفص كده في الزاوية بيبص له. فزيليسكي بيترعب وبيخرج من هناك بسرعة، وبعدها على طول بيبدأوا دورة التفتيش، بس بيلاقوا كل المساجين موجودين في أماكنهم ومحدش بيبقى فاهم ازاي في مسجون مش متسجل محبوس معاهم في السجن ده. وبعدها بيحققوا مع الولد اللي لقوه في الزنزانة ده، بس مش بيرد على أسئلة الضابط ولا بيرد على أي حد أساسا. فزيليسكي بياخده ياخد دش وبيرجع البدروم ده عشان يجمع أدلة، وبياخد أعقاب السجاير المطفية يوديها لتريسا، واللي بعد ما بتقارن بينهم وبين أعقاب السجاير بتاعة ليسي بتفهم إن هو اللي كان حابس الولد. ومش بيلاقوا أي معلومات خالص عن المسجون ده في الأرشيف ولا حتى في مكتب ديل، ومش بيلاقوا كمان أي بصمات ولا أي بيانات عن شخص مفقود ليها علاقة بالشخص ده. فتريسا بتخاف لا الموضوع يأثر على سمعة السجن وعلى مهنتها، فبتقول للكل يكتموا على الموضوع. واللي حصل ده بيخلي زيليسكي يخاف، مع إنه عارف إن في حاجات بشعة بتحصل في السجن ده، وبيشك في إن الولد ده أكيد كان في حد عايز يخلص منه. وبعدها تيريسا بتحقق مع المسجون بنفسها، واللي بيتكلم أخيرا وبيقول اسم هنري ديفر، بس الضباط المحليين بيكونوا عارفين إن ده مش اسم المسجون وإن ده اسم ولد تاني كان عايش زمان في كاسل روك. وفي الوقت ده في شيكاغو بنلاقي هنري ديفر واقف قدام المحكمة وبيدافع عن واحد محكوم عليه بالإعدام، وبنعرف إنه من بعد ما مشي من كاسل روك بقى محامي ناجح متخصص في الحالات اللي زي دي. وفي المحاكمة دي هنري بيخسر القضية وبيروح يزور العميلة للمرة الأخيرة، وهو بيسمعها بيفتكر اليوم اللي الضابط ألان يانجبورن لقاه فيه، بس أي حاجة تانية حصلت من قبل الحادثة دي اتمحت من ذاكرته. ولما تريسا بتدرس ملف هنري ديفر بتقرر إنها ما تورطوش في المشكلة اللي حصلت، والنائب بيدعم قرارها ده وبيقترح عليها إنهم يحطوا المسجون الغامض ده مع مسجون تاني عنيف عشان ينهي الموضوع من غير شوشرة. وقتها زيليسكي بيسمع الكلام ده وبيتصل بهنري ديفر وبيحكي له عن الولد ده، وبيقول له انه ما نطقش غير اسمه، وبيقول له انه لو ما جاش الولد ده هيموت. وبعد كام يوم هنري بيوصل كاسل روك، وبالرغم من غيابه الطويل الناس بتبقى فاكره شكله وكلهم بيلوموه على وفاه باباه. وهو ماشي في الشوارع بيفتكر يوم ما الظابط لقاه، ولما بيقابل روس مامته بالتبني مش بتعرفه في البدايه، وده لانها عندها مشكله في الذاكره، بس جوزها الظابط ألان اول ما بيشوفه بيعرفه على طول. وفي الناحيه
التانية المسجون الغامض وهو في الزنزانة بيلاقي فار بيقرب منه، فبيتحكم فيه بعقله وبيخليه يقرب من المصيدة. وبعدها هنري بيروح السجن وتريسا بتقوله انهم ملاقوش حد في الزنزانة ولا حاجة، وبتأكد له ان اللي اتقاله ده مجرد مقلب، بس هو بيكون عارف انها بتكذب. وهو خارج بيبص لزيلينسكي، وبالليل الضابط زيلينسكي بيكون قاعد بيراقب الشاشات، وبيلاحظ مرة واحدة ان زنزانة المسجون الجديد بقت فاضية ومش ظاهر في اي كاميرا تانية. وبعدها على طول بيلاقيه ظاهر في كاميرات الممرات وبيبص في الكاميرا مباشرة، ولما زيلينسكي بيبص عليه بيلاقيه وراه جثث زمايله. فزيلينسكي بيشغل الانذار وبيخرج من المكتب عشان يوقف المجرم ده، بس وهو ماشي في الممرات بيلاقي ان زمايله عايشين عادي، وان اللي شافه في الشاشات ده كان مجرد وهم، والحقيقة ان الولد ما خرجش من الزنزانة اساسا. وعشان نفهم اللي بيحصل بنرجع بالزمن وبنعرف ان مدينة كاسل روك معروفة بانها بلد غريبة، ودايما بتحصل حاجات غريبة بتخلي السكان يترعبوا، وما بقاش في بيت واحد بس ما حصلش فيه احداث مرعبة. ولما بنرجع لهنري ديفر بنلاقيه بيحاول يعرف تفاصيل اكتر عن القضية الغريبة دي، فبيزور بيت ليسي ومش بيقول للست العامية اسمه الحقيقي لسبب ما، وهي بتوافق تساعده وبتخليه يدخل مكتب جوزها. بس اول ما جارتها بتتصل بيها وبتقول لها مين اللي دخل بيتها، الست بتطلب من هنري يمشي. وفي الناحية التانية زيلينسكي بيزور زنزانة الولد عشان ياخدوا صينية الاكل، وبيحاول يعرف منه هو ليه شاف الرؤية دي، بس الولد بيفضل ساكت برضه. وبعد فترة العمدة بتوصل لاخبار الولد ده، فبيقابل تريسا في البار وبيحكي لها عن الحادثة الغريبة اللي حصلت له من 30 سنة، وبيقول لها ان زمان في وقت الشفت بتاع بالليل وقف عربية دين لاسي، والمأمور قال له انه لقى الشيطان وانه خده وحبس في قفص. ومن وقتها والاحداث المرعبة اللي كانت بتحصل في البلد وقفت اخيرا، بس لو تريسا سابت البلد هترجع تعيش في رعب. وبعد كلامها مع العمدة تريسا والنائب بينزلوا الممر اللي فيه القفص، وبتحاول تفهم ليه لاسي عمل فيه كده وهتحل المشكلة دي ازاي. وبعدين بياخدوه يحبسوه في زنزانة مع اخطر مسجون عندهم على امل انه يخلص لهم منه. وفي الاول المسجون الخطير ده بيتضايق فعلا وبيحاول يجر شكل الولد، بس الولد مش بيرد عليه، وكل اللي بيقوله له هو انه ما يلمسوش لمصلحته. وفي الوقت ده هنري بيروح البار، وزيلينسكي والشباب كمان بيروحوا هناك، فهنري بيديله ورقة في الحباسة وبيطلب منه فيها انه يكلمه. ويومها الرجالة بيتقابلوا، وزيلينسكي بيقول له انه ما يعرفش مكان الولد وانه مختفي بقاله يومين. فهنري بيتعصب وبيوعده انه هيدخل ناس كبيرة في الموضوع، فزيلينسكي بيرفض يبقى شاهد وبيخاف يخسر شغله، وده بيخلي هنري يقلق ويبدأ يشك انه بيألف، بس برضه مش بيسكت وبيدور على طريقة يدخل بيها السجن. وفي وقت ما بيروح الحراس بيلاقوا جثة المسجون الخطير ومفيش فيه اي اصابة ولا جرح، والكشف الطبي بيبلغ المأمورة ان الراجل مات بسبب مرض خطير، بس هي بتستغرب ازاي ما خدوش بالهم من المرض ده قبل كده، لانه لو كان عنده المرض ده فعلا ما كانش هيقدر يقوم من على السرير. وفي الوقت ده هنري بيحس ان زيارته للسجن ملهاش لازمة للمرة التانية، بس زيلينسكي بيقدر يثبت له المرة دي انه مش بيحور وبيطلع الولد بره. وقتها هنري بيدي الولد شوية تعليمات وبيصوره عشان يقدر يتواصل معاه بعد كده. وفي وقت الغداء الولد بيكسر قواعد السجن وبيروح ناحية الحيطة، فزيلينسكي بيمنعه وبيقول له يرجع مكانه، وبيستغل الفرصة دي عشان يوصل له رسالة من هنري، وبيطلب منه يستنى شوية كمان عقبال ما هنري يتعامل مع السلطات. وهو بيحاول يوصل لمعلومات بخصوص قضية ليسي، هنري بيعرف ان مولي صديقة طفولته اتحبست، فبيدفع كفالتها وبيساعدها تلحق البرنامج. ووقتها مولي بتقرا افكاره وبتكشف حقيقة السجن في البرنامج في بث مباشر، والكل بيتصدم من تصريحاتها، وده بيخلي تريسا تتصل بهنري وتطلب منه يقابلها، وبتديه ملف فيه معلومات عن الولد وبتعرض عليه صفقة، وبتقوله ان السجن هيدفع للولد 300,000 دولار مقابل انه يتنازل عن اي تهم، وهيعلنوا انهم قبضوا عليه بالغلط. ولما هنري بيقابل الولد بيقوله على العرض ده، وبيقوله انه مصمم انهم يرفضوا الفلوس دي ويثبتوا ان دي ما كانتش حادثة وانهم خاطفينه فعلا، بس الولد ما بيبقاش فارق معاه وبيسأل المحامي عن اختفائه وموضوع وفاة باباه من 30 سنة. وفي المشهد اللي بعد كده زيلينسكي بيبقى مكمل شغله، بس الصراعات اللي بيواجهها في السجن بتزيد كل يوم اكتر من اللي قبله، وبيكون جاب اخره من تصرفات زمايله ومعاملتهم للمساجين. وبعدين بنلاقي النائب بيحاول يستفز الولد على امل انه يعرف منه حاجة عن اللي حصل معاه، واخيرا الولد بينطق بس بيقول له كلام غريب عن العقاب، وده بيخلي النائب يخاف. وبالليل زيلينسكي بيقابل هنري في البار قدام الكل وبيطلب منه انهم يتكلموا، وبيديله رسمة للقفص وبيقول له انه لازم يتدخل في المشاكل اللي بتحصل في السجن لان الوضع زاد عن حده، وبيقول له المرة دي انه موافق يشهد ضدهم ويفضحه. وفي مرة وهو بيزور الولد بيوعدوا انهم يهربوا من المكان النجس ده، وفي الوقت ده هنري بيبدأ يشك ان الولد ده له علاقة باللي حصل له من 30 سنة،
ولما بيدور على النت بيلاقي اخبار نازله عن اختفائه وعنوان واحد من المشتبه فيهم في قضيته، فبيروح يقابله والراجل بيديله ملف كان سرقه من الارشيف وبيقول له انه مبسوط انه قابله وبيتمنى انه يفتكر اللي حصل ويثبت براءته. وبعدها هنري بيحكي لألان عن اللي حصل، بس ألان بيقول له ما يدورش اكتر في الموضوع وبيعترف له ان بابا كان قال له على اسم الشخص اللي زقه من فوق الجبل وان الشخص ده يبقى هنري نفسه. وهنا هنري بيندم انه رجع البلد دي وبيقول لزاليسكي انه هيسيب القضيه ويرجع شيكاغو، بس زاليسكي بيتجنن لما بيسمع ده فبيقوم واخد المسدس وبيقتل بيه كل زمايله اللي كانوا بيستفزوه. وفي اللحظه دي هنري بيكون عند مكتب تريسا وبيحاول يوقف زاليسكي واللي بيقف قدامه وهو بيقول له انه عايز يشهد ضدهم. ووقتها تريسا بتخلي الحراس يقتلوا زاليسكي عشان تضمن ان محدش يعرف باللي بيحصل في السجن. وقبل ما هنري يمشي بيحط كاميرات مراقبه في بيت مامته عشان يتابع حالتها ويطمن عليها، وبيحمل التطبيق على موبايل ألان وبيطلب منه ياخد باله منها وهو مسافر. بس بعدين بيبلغوه ان العميل بتاعه خرج من السجن بس هو ما عندوش بيت ولا اهل، فهنري بيروح له وبيفكر هو هيعمل معاه ايه. وفي الاول بياخدوا العياده والدكاتره هناك بيرفضوا يقبلوا المريض عندهم لان مفيش مشكله فيه، ولما بيروح لمولي بتوافق تساعده وبتعرض على الولد انه يقعد في الاستوديو بتاعها لحد ما هنري يشوف له حل. وبالليل الولد بيخرج من الاستوديو وبيلف في البلد وبيلفت انتباهه بيت كده معمول فيه حفله عيد ميلاد لطفل، واول ما بيقعد عند البيت العيله مزاجها بيتغير وبتحصل كوارث. وبعد شويه بيسمع صوت صريخ، وفي الوقت ده هنري وعيلته بيحضروا مراسم تكريم ألان، بس روز بتتجنن فجاه وبتنط في الميه. وفي الناحيه التانيه جاكي صاحبه مولي بتتصل بيها وبتقول لها ان الولد طلع فوق السطح ومش عايز ينزل، ولما مولي بتطلع وراه بتفكر هي في الافكار اللي في دماغه وبتسمع صوت عياط وصريخ الناس اللي عايشه في البلد. ولما بتروح تحكي لهنري مش بيقتنع بس بيضطر يخلي الولد عنده لحد ما يلاقي له مكان تاني يبات فيه، فبياخدوا جراج بابا. بس تصرفات الولد بتخوفه خصوصا لما الولد بيعزف على البيانو نفس الموسيقى اللي بابا كان بيعزفها. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف ألان وهو واقف فوق الكوبري وبيلوم نفسه على اللي حصل لروس وبيكون عايز يشيل اليافطه اللي عليها اسمه. وفي اللحظه دي بتجيله رساله بان في حد في البيت، ولما بيروح بيلاقي نفس الولد اللي ليسي كان واخده معاه في العربيه من 30 سنه وبيقول عليه انه شيطان، وبيلاحظ ان الولد شكله زي ما هو فبيرفع المسدس عشان يخلص من الليله دي. بس الولد بيقول له ما يتهورش احسن له وبيوعده انه هينقذ روس ويساعدها. وهنري وهو بيزور قبر باباه الولد بيقلب في شنطه في الجراج بتاعه ابو هنري وبيلاقي كاميرا فيديو وشرايط فيها تسجيلات للاب وهو مع ابنه. وبعدها بيقابل ألان وبيقول له يلاقي العربيه اللي ليسي كان واخده فيها للسجن، وألان بيقول له ان العربيه في الزريبه بس الولد بيصمم يجيبها له برضه. ولما روز بتشوف الولد بتتعب وبتقول ان البدله دي جوزها اتدفن فيها، ولما هنري بيحس ان الولد بيتمادى فيها بيقرر يخلص منه وبياخده المصحه. بس تاني يوم بيلاقيه رجع البيت، ولما ألان بيرجع بالعربيه بيلاقي الولد قاعد على عتبه الباب ومتعور وباين عليه انه غير رايه وقرر ما ينقذش روس ولا حاجه. فألان بيجري على البيت يلاقي الدنيا متبهدله ومش بيلاقي روس خالص. وقتها روس بتبقى مستخبيه في الزريبه وماسكه المسدس، وبنعرف ان لما الولد رجع البيت افتكرته جوزها اللي مات، ولما شافت في الاخبار ان المصحه ولعت فاقت واستوعبت ان الولد ده في حاجه غلط. والحقيقه ان الولد اخطر بكتير من ما كانت فاكره، لانه مش بس بيلبس لبس جوزها، ده كمان بيتصرف نفس تصرفاته. لا، والانقح انها بتلاحظ انه عارف حاجات محدش يعرفها غير جوزها وبيجاوبها على كل الاسئله كمان، وده معناه ان دي مش اول مره يدخل فيها البيت ده. فروز بتحاول تداري خوفها بس هو بيحس وبيديها مهدئ، بس الست بتهرب منه وبتلاقي طلقات وبتروح تستخبى. واخيرا ذاكرتها بتساعدها تعرف مكان شنطه الطلقات فبتاخدها وبتروح بيها الزريبه. ولما بتسمع صوت رجلين حد بيقرب بتضرب نار على الشخص بس بتلاقي نفسها قتلت ألان. وفي المشهد اللي بعد كده بنلاقي سكان جداد جايين يعيشوا في البلد وبيشتروا بيت ليسي عشان يعملوا فندق، وبيلاقوا في البدروم لوحات كتيره جدا للولد. وبعد ما بيظبطوا الفندق بيلاقوا ضيوف جم، والظاهر كده الفندق ده هيبقى فتحة خير عليهم. ويومها جوردون بيحتفل بطريقه مختلفه وبيقتل الضيوف. وفي الناحيه التانيه هنري بيرجع البيت يلاقي الولد رجع، فالولد بياخده وبيوريه جثه ألان وبعدين بيقول له انه استناه لمده 27 سنه ودلوقتي المفروض يروحوا الغابه. بس وقتها البوليس بيجي والولد بيهرب وهنري بيلبس لوحده. وبالليل هنري بيقرر يدخل بيت ليسي عشان يعرف اللي حصل بخصوص الولد، فبيدخل من البدروم وبيطلع فوق يلاقي براويز كتير للولد متعلقه على الحيطه، والمنظر لوحده بيجيب للواحد اكتئاب. بس واحده منهم بتلفت انتباهه جدا لانه بيشوف فيها الولد وهو لابس نفس الهدوم وواخد نفس الوضعيه بتاعه هنري وهو صغير وقت ما اختفى. وفي الوقت ده صحاب البيت بيشوفوا هنري وبيحاولوا
بيحاولوا يخلصوا عليه، بس هنري بيهرب وبيلاقي جاكي تورين جايه تنقذه. وفي الناحيه التانيه مولي بترجع البيت وهي ما عندهاش فكره عن اللي بيحصل، وهي طالعه بتلاقي الولد، فبيقول لها ان هي الوحيده اللي تقدر تساعده عشان هي عارفاه كويس. ومولي ما بتبقاش فاهمه هو بيتكلم عن ايه، بس بتوافق تسمعه. فبيبدا يوصف لها شكل اوضتها وتفاصيل كتير جدا عن طفولتها، وبيقول لها كمان انه كان موجود وقت ما حياتها انتهت. وفي المشهد اللي بعد كده بنتنقل لواقع تاني وبنلاقي فيه الولد واللي بيبقى واخد شخصيه هنري، وواقف قدام المستثمرين وبيقدم لهم المخدر المتطور للزهايمر واللي عمله عشان يعالج بيه مامته. وبعدين بيسمع بالخبر وبيكتشف ان في حاجه بشعه حصلت لباباه، وبيضطر يرجع كاس الروك. والبلد بتبقى نفس شكل البلد اللي هنري بيرجع لها، بس حياه هنري ده بيكون فيها حاجات كتير مختلفه. وفي العالم ده مولي تبقى صديقته برضه، والاتنين بيسهروا في البار. فالولد بيحكي لها ان مامته حاليا عايشه مع الظابط ألان واللي سابت عشانه باباه من سنين. وبالليل الكهرباء بتقطع وهنري بيضطر ينزل البدروم، بس بيلاقي تحت حاجه غريبه. بيكتشف ان في قفص جواه شاب، والشاب ده يبقى هنري ديفر وهو مراهق. فالبوليس والخدمات الاجتماعيه بييجوا وبيكشفوا على الولد، بس هو مش بيقول حاجه غير بس اسم هنري. وفي وسط شرايط باباه هنري بيلاقي شريط فيه تفسيرات كتير، وبيبقى بيحكي فيه ان الولد الصغير ده ظهر قدام باب بيته، وبيقول ان الراجل يبقى ابوه بالتبني وان اسمه هنري ديفر. والراجل بيكون شايف ان الشيطان هو اللي بعت له الولد ده بدل الولد اللي رزق خدته منه، وعشان يحمي البلد من شره بيخلي الولد عنده في البدروم لسنين. ولما هنري بيسمع مولي الشريط بتقول له انه تلاقيه بيخرف مش اكتر. وبعدين بيقرروا يروحوا للولد، بس بيلاقوا في حريقه في الملجأ اللي قاعد فيه، فنقلوه الاسم. ولما بيقابلوه بيلاقوا تصرفاته غريبه برضه، وبيفضل مصمم ان اسمه هنري ديفر وانه لازم يروح الغابه عشان مفيش معاه وقت. وبعدها البوليس بيوافق يسيب الولد مع مولي، بس بيخلوا ظابط زاليسكي يروح معاهم. بس مولي بتقدر تهرب من الظابط وبتاخد الولد للغابه عشان تعرف الحقيقه. ومره واحده بيلاقوا الولد بيجري في الغابه من غير ما يقول حاجه لحد، وهنري ومولي بيطاردوه، بس الولد بيقف فجاه كانه اتحبس بين عالمين. ولما مولي بتقرا افكاره بتشوف اللي هو شايفه، بس وهي بتشوف الاحداث الظابط زاليسكي بيظهر من وراهم. وبعدها الولد بيجري ناحيه الغابه والكل بيحاولوا يروحوا وراه، بس في اللحظه دي الظابط بيضرب طلقه بالغلط وبتيجي في مولي، وهي بتموت. بتطلب من هنري انه يساعد الولد يرجع. وقتها هنري بيشوف ناس من ازمنه مختلفه انهوا حياتهم في الغابه دي، ومره واحده كل حاجه بتختفي وبيلاقي نفسه لوحده في الغابه، بس بيلاقي نفسه في زمن مختلف. ولما بيطلع فوق التل بيلاقي الظابط ألان بيجري على الولد الصغير وبيناديه بهنري ديفر. وبكده الولد بيكون حكى القصه كلها لمولي، وبيعترف انه قعد كذا يوم يحاول يرجع للعالم بتاعه بس معرفش. وفي يوم ليسي لقاه في الغابه، ومن وقتها وهو محبوس في السجن. وليسي قضى 30 سنه من حياته مستني تعليمات من السلطات. وفي يوم حاول ينهي معاناه الولد بس ما قدرش يعمل كده. ودلوقتي الولد بيطلب مساعده مولي وبيقول لها انهم محتاجين يدوروا على هنري ويقنعوه يروح معاهم الغابه عشان يلاقوا الممر بين الزمنين عشان كل حاجه ترجع لطبيعتها. وتاني يوم مولي بتحكي لصاحبها هنري، وفي الوقت ده الولد بيروح المقبره يزور قبر باباه. وهنري بتاع العالم ده بيوعد مولي انهم هيبقوا يناقشوا موضوع الغابه ده بعدين، وبيروح على اسم الاول ياخد ابنه، بس بيلاقي البوليس بيقول له انه مرفوع عليه قضيه بخصوص اللي حصل في الفندق. وفي المشهد اللي بعد كده تيريسا يورتر بتروح لمولي الاستوديو وبتديها تمثال كده لقيته في بيتها، وبتقول لها انها حاساه تحذير من المسجون الغامض. وبيكون عندها حق لانها اول ما بتمشي من قدام البيت اتوبيس السجن بيربطها. وبعد ما البوليس بيسمع اقوال مولي بيلاقوا الولد وبياخدوه على الاسم، بس طبعا هو ما بيبقاش ناوي يفضل هناك. وفي الاول بيتلاعب بالموقف عشان هو وهنري يتحبسوا في نفس الزنزانه، وبعدها بيعمل شغب في الاسم وبيقوم مخلص على الحراس كلهم. وبعدها الاتنين بيمشوا في الاسم بعد ما الحراس كلهم ماتوا. واخيرا الولد بيطلب من هنري انه يروح معاه الغابه، بس لما مش بيوافق بيهدده بالمسدس عشان يجبره يروح معاه. وبكده الاتنين بيروحوا نفس المكان، وهنري بيفتكر وقتها اليوم اللي زق فيه باباه من فوق التل، وبنكتشف انه عمل كده بقصد عشان يحمي نفسه ويحمي مامته من باباه الشرير. ولما بيلاقي الولد مش مركز معاه هنري بيهجم عليه وبياخد منه المسدس. والاول مره من وقت ما اتقابلوا الولد وشه بيتحول لوش شخص عجوز ومرعب. وهنا هنري بيكتشف ان ليسي كان عنده حق وان الولد ده شيطان. وبعد سنه هنري بيرجع لحياته الطبيعيه، بس ما بقاش بيدافع عن المدانين وتخصص في مجال الاراضي والعقارات، وبيفضل في كاس الروك وبيعيش في بيت اهله. ومن وقت للتاني بيروح لمكان سري، وكل يوم بيروح المبنى المهجور وبيدي اكل للمسجون اللي هناك، بس مش بيعامله وحش لانه بيكون حاسس بالذنب. وفي المشهد اللي بعد كده بنتنقل بالزمن لقبل كل الاحداث دي ب 400 سنه، وبنلاقي مجموعه من المستوطنين الفرنسيين بيحاولوا يعملوا قريه
بس الموضوع ما بيبقاش سهل، والسكان بيموتوا من الجوع وبيفقدوا الامل في انهم يعيشوا. وقتها اماتي بنت القائد بتحاول تخليهم يتمردوا، بس هي وخطيبها بيتنفوا من المكان وهم في الغابه. اماتي بتسمع صوت غريب فبتروح وراه، ولما بتقف عند التل بتشوف ملاك بيوريها طريق جديد، فبترجع المستعمره تحكي للناس اللي هناك على اللي حصل معاها. ووقتها بتحصل معجزه وبيلاقوا الارض بقى فيها محصول كتير، فالناس بيشكروها عشان انقذت حياتهم. وقتها باباها بيحاول يسيطر على الموقف عشان بيكون مقتنع ان في حاجه مش طبيعيه بتحصل، بس الناس بتبطل تسمع له. بس اماتي مع الوقت بتتمادى وبتقتل اي حد كان السبب في نفيها، وبعدها بتقول للناس ان هي اللي هتقودهم، وعشان يعيشوا محتاجين ينفذوا الاوامر بتاعتها. وفي يوم وهي واقفه قدام التمثال بتلاقي الملاك بعت لها حشرات كتير بتسكن اجسام الناس، وكل ده ما بتبقاش فاهمه انه شيطان. وتاني يوم بتقول لهم ان مهمتهم دلوقتي انهم يناموا لحد ما الوقت المناسب يجي عشان يصحوا ويسيطروا على العالم. ومن وقتها والشغل بيزيد اكتر في المستعمره، ولما كل حاجه بتجهز بينزلوا النفق عشان ينفذوا طلب الملاك ده. واماتي بتقتلهم وبتحطهم في توابيت وبتاكد لهم ان بعد 400 سنه الملاك هيصحيهم وهيسيطروا على العالم ويكون عندهم قوه خارقه. ولما ما بيبقاش فاضل غيرها هي وخطيبها بتفكروا بالقوانين، وهي انه يصحى الاول وبعدين يصحي الباقي، وعشان يعمل كده فهو محتاج اجسام جديده ينقل فيها ارواح الناس دي. والاهم من كل ده انه محتاج يلاقي الملاك اللي هيقودهم. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف موكب كبير معمول في شوارع كاسل روك وبيحتفلوا فيه بمرور 400 سنه على انشاء القريه. فالكاهن بيطلع على المسرح وبيقدم لهم تمثال الشيطان، واول ما بيشيلوا الغطا من عليه الناس بتدخل في حاله صمت زي ما حصل مع اماتي زمان. وبنكتشف ان تحت العبايه في حكايه كبيره قوي، لان الملاك ده بيطلع الولد اللي كان محبوس في سجن شوشان. وبعد كده اسماريل الشخص اللي جواه روح مارستن خطيب اماتي بيكون قاعد عند قبرها وبيوعدها انه هيصحيها، وبيكون جايب الجسم اللي هتلبسه لما ترجع. وبيطلع مختار واحده اسمها جوي، ودي بنت مراهقه وبتبقى مع الناس اللي ماشيين ورا التمثال عشان يكملوا الطقوس. وبنشوفها وهي بتستعد للاحتفال عشان اماتي تسكن جسمها. وبعد كده مارستن بيجمع الناس وبيفكرهم ان بعد ما هيفوقوا هيبقى عندهم قوه رهيبه. وبنشوف اهل القريه وهم عاملين زي الزومبي ومركزين على التمثال. وبعدين بنلاقي مجموعه كده مش متاثرين من التمثال بيحاولوا يمنعوا الكارثه دي من انها تحصل. وبعد ما درسوا طريق النفق بيتفقوا يقطعوا الاحتفال ده ويفجروا المكان. بس في الوقت ده الشيطان بيكون واقف عند التل ومستني الناس يسيطروا على القريه وينشروا فيها الشر. وفجاه الشباب بيفجروا المتفجرات، وده بيخلي التمثال يقع ويتفتت حتت. فالناس بتفوق وبيحاولوا يفتكروا اللي حصل وبيطلعوا يجروا في كل مكان. وقتها جوي بتستغل الفرصه وبتقتل مارستن وبتهرب. وكل ده والشيطان بيكون واقف يتفرج عليهم وبيشوف الخطه وهي بتبوظ، فبيختفي وبيروح يشوف له خطه جديده. وفي المشهد الاخير بنلاقي اعلانات بتقول ان هنري ديفر اختفى من تاني. وهنا بيخلص فيلمنا على كده. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. سلام.